مساء الخير. وصفتنا اليوم مقلوبة على طريقة بلاد الشام. خلونا نبلش بالطريقة. أول شي ذوبت الزبدة، حمست بيها الدجاج. احنا نحبه بهذا الكبر، تقدرون تحطون لحم أو تقدرون دجاج. هنا حطيت البهارات، حكتبها تحت الفيديو. قلبتها بهاي الطريقة. راح أحط شوية مي وأغطيها حتى تستوي. بعدها راح نسوي التمن. أول شي عندنا نحتاج مي فاير، نحط له شوية ملح ونحط الرز ونتركه إلى أن يستوي نص ستوة. وبعدين راح نصفيه، نغسله غسلة بسيطة بالمي البارد حتى ما يتلزق ببعض. بعدين نسوي الخضار. طبعا الخضار انتو حسب الرغبة تحطون اللي تحبوه. احنا نحب كل الخضار، راح أستوهم نص ستوة هنا لأنه راح ينطبخون ويا الرز بعد شوية. هنا استخدمت فلفل وبصل وجزر وطماطم وباذنجان. نسوي كل الكمية الموجودة عندنا. بعدين البطاطا خليت لها زيت نباتي أكثر غزارة. تقدرون أنتو تشوون كل الخضار، ماكو أي مشكلة. واستخدمت لوز للزينة، وراح أحمس الثوم هم. هنا صارت كلها جاهزة. راح نسوي الطبقات. طبعا حطيت أول طبقة بطاطا، وبين كل طبقة خضار وطبقة خضار راح أحط رشة ملح ورشة فلفل أسود. نكمل رصهم. بعدها الدجاج. وفوق الدجاج نحط الثوم، حينطي نكهة كلش طيبة. وهسه الرز. نحاول شوية نكبسه على الخضار حتى تشكل عندنا قالب. هسه نحط كوب من مرق الدجاج أو الماجي وشوية زعفران وكم قطعة زبدة، ونسكرها بالسيليفون أو ورق القصدير، ونحطها على النار لمدة نص ساعة على حرارة وسط. وإيش صارت جاهزة. هسه نزينها. أتمنى تجربوها وتعجبكم. بألف عافية.